آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في نصف النهائي بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي، تأهل مانشستر سيتي على حساب نيوكاسل يونايتد بعد فوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1. وفي ربع نهائي كأس إيطاليا فاز إنتر ميلان على نادي تورينو بنتيجة 2-1. رسميا الاتحاد يعلن توقيعه مع النجم المغربي يوسف النصيري قادما من فنربخشة التركي، وفنربخشة التركي يعلن تعاقده مع نجم خط الوسط الفرنسي نيغولو كانتي قادما من الاتحاد السعودي. ووفقا لصحيفة الرياضية، فنربخشة التركي يطلب شراء اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز، والهلال وافق على العرض. وبحسب صحيفة الأتلتيك، رفض نصير مزراوي ارتداء سترة داعمة لمجتمع المثليين الموسم الماضي، وعلى إثر ذلك قرر لاعبو مانشستر يونايتد ألا يرتدي أي لاعب الزي الخاص بالحملة دعما لمزراوي. وصرح لابورتا رئيس نادي برشلونة: لا أعرف من أين جاءت تلك 9 أو 10 دقائق من الوقت بدل الضائع في مباراة الريال وفايكانو، وهناك لقطات عديدة تعمد فيها لاعبو الريال السقوط، وهذا يجب أن يعاقب عليه ببطاقة.